أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسينج مع ماندو. الحقيقة الحلقة دي مختلفة عن الحلقات اللي فاتت ومميزة جدا، لأن احنا المرة دي معانا ضيفة. أنا الحقيقة زي ما بديت ما كنتش حابب إن أبقى أنا بس اللي بتكلم وبعرض أفكاري، لكن كنت حابب إن احنا نسمع من ناس مختلفين عندهم تجارب وخبرات مختلفة مع الفريلانسينج، بحيث نعرف ونتعرف على الموضوع من وجهات نظر مختلفة. النهاردة يسعدني أن يكون معنا ضيفة الحلقة الأستاذة نرمين النمر، وهي مؤسسة موقع ومنصة الحريفة. الحريفة هي منصة مصرية للفريلانسينج أو للعمل الحر، وهنتكلم معاها وهنعرف منها عن منصة الحريفة، وهنعرف منها عن تجربتها من خلال العمل الحر والكارير ده بشكل عام. نرمين أهلا بيكي. اهلا يا اقول مندو بقى ولا اقول ايه معايا البودكاست. اهلا بيك، وان شاء الله نعمل حلقه تكسر الدنيا وكل الناس تستفيد، وده كان هدفنا يعني من الاول لما بدات الجيرني بتاعت الحريفه والفريلانسنج في مصر. بالظبط. انا يعني الحقيقه حابب الاول ان انا اشكرك، لان انت قبلتي الدعوه بمنتهى السلاسه وبمنتهى السرعه، وانا يعني سعيد جدا ان احنا نقدر نتكلم النهارده ونتناقش في الموضوع ده، واعتقد انه ان شاء الله هتبقى الحلقه دي مفيده لناس كتير. ده شرف ليا. ميرسي جدا ليكي. طيب انا متابع الحقيقه شغلك من فتره، وفي حاجه لافته نظري قوي وحابب اسالك عليها. يا ترى ايه سبب الشغف الشديد اللي عندك بخصوص الفريلانسنج والعمل الحر؟ حابب اسمع منك النقطه دي الاول كاول حاجه يعني. مبدئيا سعيده انه انت سالت اول حاجه عن الشغف، لانه هو ده اللي ده المحرك اللي خلاني ابدا ان احنا نعمل اول منصه الكترونيه وكوميونتي للفريلانسرز وريموت امبلويز في مصر. ببساطة شديدة أنا ما كنت يعني في 2017، يعني بالظبط مارش 2017، ما كانش في ولا منصة مصرية بتسبورت فكرة الفريلانسنج وبتجمع كل الفريلانسرز، أو ما كانش في هاب وكوميونتي ليهم. فالحقيقة كان عندي غيرة شديدة جدا، عارف اللي هو احنا ليه ما عندناش منصة تجمع كل الفريلانسرز. وأنا كنت شايفة بصراحة إنه it will be the future of working. actually ما كانش future، هو احنا كنا عايشينه، ولكن في مصر ما كانش هو ده الورك ستايل السائد او حتى ريموت وركينج. بعدها يعني بعد ما بدات الريسيرش وقعدت اعمل بقى ماركت فاليديشن، وعملت جروب اون فيسبوك اسمه فريلانسرز هاب، وقعدت اعمل تيستنج واشوف ايه التشالنجز اللي بتقابل الفريلانسرز اند سو اون. بعدها جت كورونا اصلا، يعني بعد ما فتحت الشركه. فطبعا لما جت كورونا يعني الحقيقه هي كانت في مصلحتنا، لأنه غيّرت شوية، مش عايزة أقول 100%، لأنه still لسه الناس في مصر والشركات هي لسه يعني بترتاح أكتر للtraditional way of working اللي هو الfull time. حتى الصبح كنت باتناقش مع HR manager في شركة، فكنت بافهّمها أو باعرّفها إزاي بنmanage team remotely، وإزاي إنه ده work style لذيذ ومفيد لكل الأطراف الحقيقة يعني. فمن هنا جه الشغف، يعني جه إنه أولًا أنا كنت يعني ابتديت أبقى aware بأهمية، أو إنه ابتديت أشوف مميزات الفريلانسنج والريموت وركينج باستخدام التكنولوجي، إنه أي حد بيشتغل من أي حتة بموبايله. أنا واخدة البودكاست وأنا في العربية وكنت في ميتنج وراجعة. ففكرة إن أنت إزاي بتستخدم فإحنا بتستخدم وقتك، كل دقيقة في وقتك بشكل effective، بتستفيد من السكيلز بتاعتك، بتستفيد من التكنولوجي، من الموبايل، من السمارت فونز، من اللابتوب، وبتشتغل. فأنا كنت يعني شُفت الأثر ده، أو يعني الvision دي كانت عندي الحمد لله. وبعدها لمّا ابتدينا ننزل ونشتغل في أرض الواقع، الحقيقة الشغف زاد علشان شُفت الimpact. فده مهم إن أنت برضه تشوف الimpact بتاع شغلك على حياة الناس. فابتدينا نشوف إنه في ناس بتزوّد دخلها، في ناس بتدفع بقية مصاريف مدارس عيالها، في واحدة بتwork from home فبتزوّد دخل لبيتها، في student بيدفع بقية مصاريف جامعته من freelance projects. شُفنا ناس بتكمّل بقية الشهر بfreelance project بجانب الشغل بتاعها الfull time. فالحقيقة يعني حكايات بقى وinspirational stories، وناس عملت career shift ودخلت career جديد خالص، حاجات كتير زي كده يعني. فده بصراحة اللي هو يوميًا بيزوّد الشغف عندي، بالرغم يا مندو إنه ال ال
الجيرني صعبة الحقيقة ان انت تبني منصة وبلاتفورم والاوبريشن بتاعها والماتش ميكنج. احنا دايما بنشوف الحاجة من بره، انه دي حاجة شكله بيزنس حلو وجميل وسهل، وايه يعني انتوا بتوصلوا الناس ببعض وبتاخدوا فلوس وخلاص. الحقيقة لا، يعني هو الباك ستيج مليان شغل واوبريشن وتشالنجز وحاجات كتيرة قوي. بس ده ده حقيقي. بصراحة الشغف يعني. وانا احب اكد على كلامك. يعني انا يمكن بديت الفريلانسنج من 2008، ومن الوقت ده شفت محاولات كتير ان ناس تعمل منصات مصريه، وفي اوقات كانت شركات كبيره. يعني افتكر ان مش متذكر حقيقي الاسم، بس فاكر ان مره في شركه من الشركات الاي تي الكبيره جدا في مصر حاولت تعمل حاجه زي كده، وعملوا مشروع وعملوا دعايه، بس للاسف الموضوع ما كملش وما كانش فيه تجاوب معاه، واعتقد ان الفكره دي ماتت ما كملتش. فيعني انا مقدر قد ايه صعوبه انه حاجه زي دي تنجح في مصر طبعا. ويعني وحابب ان انا اهنيكي والفريق اللي بيشتغل معاكي انكم قادرين تكملوا، لان فعلا اولا في احتياج كبير قوي لحاجه زي كده. وده السبب اللي خلاني افكر اعمل البودكاست اساسا، ان انا حسيت ان قد ايه شباب محتاجين يعرفوا السكه دي ويحاولوا ان هم يلاقوا نفسهم من خلالها. وفي نفس الوقت انا مقدر الصعوبات الكتيره اللي بتواجه الفكره او الكارير ده من مصر. فطبعا يعني حاجه جميله جدا اللي انتوا عملتوه واللي بتعملوه لحد دلوقتي يعني. الحمد لله. يا ترى هل انت اشتغلتي فريلانسنج قبل كده انت شخصيا؟ بص، انا كنت اشتغلت في فول تايمر في كوربريس وان جي اوز. اشتغلت لمده 8 سنين، 8 سنين شويه. وبعد كده لما قررت ابقى فريلانسر، هو جت من هنا الفكره اصلا. اوكي. يعني انه فكره انه انا قررت اشتغل فريلانسر، بس ما كنتش عارفه هي الناس بتشتغل فريلانسر ازاي. وجربت مع نفسي، بس الحقيقه انا ما اشتغلتش على منصات عمل حر. انا اشتغلت اوكي. بالورد اوف ماوث والريفيرالز والريسيرش وكده يعني. فدي طبعا برضو دي طريقه الناس تشتغل بيها برضو فريلانسنج. الناس للاسف يعني اخذت انه فكره الفريلانسنج هو بس من خلال منصات العمل الحر. الحقيقه ممكن الشخص يشتغل فريلانس عن طريق لينكد ان، عن طريق فيسبوك، عن طريق سوشيال ميديا، عن طريق النتوركينج والايفنتس، عن طريق الريفيرالز، عن طريق شركتك القديمه اصلا اللي انت كنت شغال معاهم. انا اول كلاينت ليا فريلانس كان المكان اللي انا كنت بشتغل فيه اخر مره، يعني اخر وظيفه. فهو اوكي. it's all about mindset الحقيقه. هو مش حاجه ليها كتالوج معين وستبس، يعني هي كده. هي برضو كل واحد ليه الجورني بتاعته والكاركتر طبعا. بتاعته. وعايزه برضو اكد على حاجه، انه مش كل الناس يعني مش اللي بيصلح لناس يصلح لينا. يعني كل واحد على حسب هو بيبقى مرتاح مع اي ورك ستايل. يعني في ناس بترتاح من ستايل الفول تايم، في ناس بترتاح انها تبقى انتربرينور، في ناس بترتاح ان هي تبقى فريلانسر. فالديبندز على الكاركتر بتاعتك، يعني فاهم قصدي؟ بس طبعا. فانا اشتغلت الاجابه انا اشتغلت، بس مش اوكي. على منصه عمل حر. لقيتها كومبليكيتد قوي وقتها لما كنت بدخل على فعشان كده قلت من هنا جت الفكره اصلا بتاعت الحريفه، انه انا عايزه اعمل منصه تجمع المصريين تافويد التشالنجز بتاعت الانترناشونال بلاتفورمز. والحقيقه يعني طلعت لنا تشالنجز تانية، بس دي مش قصتنا دلوقتي. طبعا. بس ده اكيد. على اساس كنا بنقول الموضوع مش بالسهوله ان انت تبني منصه فيها تفاصيل وفيها ناس وكوميونتي ومسؤوليه ونتورك وكلاينت سايد وتالنت سايد وريتنج وريفيو وديسبيوت كيسز ومشاكلهم. يعني الحاجات يعني طبعا. تجربه غنيه قوي قوي قوي. اكيد اكيد. طيب ده ياخدني لسؤال. يا ترى يعني ايه اللي انت شايفاه اهم المميزات بتاعه موقع الحريفه اللي يخلي الناس تفكر ان هي تشتغل عليه بدل ما تدور على المنصات التانية المشهوره زي فريلانسر او ابورك او حاجه من الاسامي الكبيره اللي الناس كلها تعرفها؟ بص، الحقيقه انا هقول لك على حاجه تبدو ان هي غريبه شويه. انا مش بعتبر المنصات دي كومباتيتور. انا بعتبر انه الفريلانسر هو ال يعني الجود فريلانسر هو هيلاقي شغل ايا كان بقى من على اي منصه. اللي بيميز الحريفه او اللي احنا يعني النتورك اللي احنا عاملينها ولسه بنطورها الحقيقه، هو فكره ان احنا يعني بنسبورت. مش بس احنا منصه بتعمل ماتش ميكنج، احنا ابتدينا نقدم بنفيتس للفريلانسر عن طريق البارتنرز بتوعنا. يعني مثلا نقدم لهم ميديكال انشورنس
عن طريق one of our partners. ابتدينا نشوف الجاب اللي موجوده في الماركت. طب ايه مشاكلهم؟ يعني ما الشغل متاح، طب انتوا ليه مش بيجي لكم شغل؟ فلقينا انه لا، في تشالنجز كبير بالنسبه لهم. السكيلز ست محتاجه تتظبط، الانجليش محتاج يتظبط، الكارير كوتشنج اصلا من الاساس محتاج يتظبط، والناس اصلا لسه مش عارفه في مصر بنسبه كبيره هي مناسب ليها ايه الكارير، او لسه بتكتشف كارير التأهيل بتاعها. فكل الحاجات دي محتاجه تتظبط قبل ما الشخص اصلا يشتغل فريلانسر. حاجة تانية برضو مهمة، إنه إحنا ابتدينا ندي consultation بقى زي legal وtaxes وحاجات related بالaccounting. يعني تقدر تقول إن الحريفة الفيجن بتاعها إنها تبني ايكو سيستم كامل والداعم للفريلانسرز وريموت امبلويز. دلوقتي ما بقتش في مصر بس، يعني إحنا حاليا بنشتغل مع أكتر من 7 دول في الGCC وفي المينا ريجن، السعودية، الإمارات، الكويت، يعني فلسطين، وساعات بيجي لنا برضو، بس دول جايين اورجانيكلي، يعني كلاس من امريكا ومن يوروب وكده. هي ما بقتش لوكال انيمور، يعني احنا نقدر نقول احنا بقينا somehow regional، لانه بقى في كلاينت وتالنت كمان من خارج مصر. بالظبط. فاحنا بنحاول كل مدى نشوف التشالنجز اللي بتقابل الطرفين الحقيقه، مش بس الفريلانس والكلاينت كاس ام ايز وستارت ابس. برضه عندهم تشالنجز كتير في حته الكونسلتيشن، وازاي يحددوا اللي هم محتاجينه، وازاي يختاروا الفريلانسر او الريموت امبلوي الصح، وازاي مانج ذم، وحاجات كتير قوي. يعني الحقيقه محتاجه حلقات وحلقات عشان نقدر نقول هو احنا ايه اللي بنعمله. هو مش مجرد بنعمل ماتش ميكنج وخلاص، يعني هو ده الكور طبعا، ولكن انت تحته في حاجات كتير جدا، كإدوكيشنال، كسبورت، كنتوركينج، كحاجات كتير قوي بصراحه. ده حلو قوي. طيب كنت حابب اسالك، هل التعامل على الموقع هل هو كله بالجنيه المصري، ولا في مشاريع بالدولار، ولا ايه النظام في النقطه دي؟ لا، في مشاريع بالدولار، واحنا دلوقتي بنعمل يعني ريفامب للبلاتفورم عشان يبقى في اكتر من عمله جوه البلاتفورم. بس احنا لا، عندنا كلاينتس دلوقتي بيدفعوا بالدولارز، وفريلانسرز بقوا هم بيطلبوا بالدولار. mainly السوفت وير ديفلوبينج والديجيتال ماركتنج. يعني التو سيرفيس كاتيجوريز دول دلوقتي بقت الناس الشاطره فيهم قوي، واللي اوريدي شغاله مع كلاينتس من بره مصر بقوا يعني خلاص، يعني بقوا عارفين قيمتهم، بقوا عارفين البرايسز بتاعتهم. واحنا بصراحه بنبقى so proud of them. يعني احنا عملنا وهدفنا انه it will be win situation. يعني احنا الموديل بتاع 3 wins. الكلاينت بيبقى بينبسط وبيبقى هو بيكسب، والتالنت والفريلانسر بيكسب وينبسط، واحنا از منصه كمان بنكسب والحمد لله. ده اكيد. انا يعني برضو من خلال اللي انا شفته ان في ناس كتير قوي بيبقى نقطه الصعوبه الاساسيه بالنسبه لها على منصات كتيره جدا هي نقطه الفلوس، انه ازاي ادفع فلوس او ازاي اخد فلوسي. دي بيبقى تحدي كبير جدا لناس كتير جدا من مصر في النقطه دي، حتى لو هو عارف يظبط الشغل ويظبط باقي الحاجات. ما هي دي من ضمن الحاجات، يعني ثانك يو ان انت اثرتها. دي من ضمن التشالنجز اللي كان على اساسها احنا طلعنا الحريف، انه احنا هنبقى نقدر ندي الناس فلوس عن طريق بقى موبايل والت، انستا باي، كاش، حتى لو حد عايز ياخد فلوسه كاش، فيعني فيعني بنك ترانسفير. فحتى لو كلاينت من بره مصر فنقدر ان احنا نديله فلوسه، لانه كده كده كلاينت بيدفع عندنا احنا بالكريدت كارد او بيحول الفلوس بطرق مختلفه. فدي برضو ميزه من ضمن الحاجات، او يعني سولوشن من ضمن الحاجات اللي الناس ليه تستخدم الحريفه لو هم جوه مصر، فدي هيبقى بريفليج بالنسبه لهم يعني. طبعا دي نقطه كبيره جدا فعلا. انا يعني حابب اكد على كده. هل شايفه ان الفريلانسنج في مصر ممكن يفتح البيت؟ يعني هل ممكن واحد يبقى ده مصدر دخله الرئيسي ويبقى عايش كويس؟ جدا، ولكن لازم يكون الشخص نفسه هو عنده الكاركتر اللي تهيئه ان هو يبقى فريلانسر محترف. هو مش اي حد، عشان بس نبقى متفقين، الفريلانسنج مش حاجه سهله خالص، مش طريقه شغل سهله. ومعرفش، يعني ربنا يسامح الناس اللي بتروج ان هو سهل قوي وبسيط، ويلا هجيلك دولارات انت قاعد في بيجامه في اسبوع على مين بقى. لا طبعا، خالص. ما عندك يعني ستيبس كتيره بتعملها. لازم يبقى عندك بورتفوليو بروفيشنال، لازم تعرف تكتب بروبوزل كويس، ايا كان عربي او انجليزي، باي ذا واي، يعني مش شرط اللغه. لازم يكون عندك كوميونيكيشن سكيلز قويه جدا، نيجوشيشن سكيلز خطيره، تايم مانجمنت فظيع. لازم يكون محدد اصلا المجال والتخصص اللي انت يعني فيه، وتحدد سعر خدماتك،
كل دي يعني انت كانك بتعمل، هو اصلا بيسمى انترناشونال فريلانسنج بزنس، هو كانك انت بتعمل بزنس خاص ليك. فمش اي حد بيعرف يمانج بزنس خاص ليه، يعني كفاينانشال وسيلز وماركتنج وكاستمر سبورت، وانك تستحمل بقى التشالنج بتاعت الكلاينتس اند سو اون. فيعني الاجابه احنا وفي امثله كتير جدا ناس معتمده 100% على الفريلانسنج، بس بعد فتره، يعني بعد ما هي خلاص عملت داتابيس محترمه، بقى عندها ليست كلاينتس، بقوا يطلبوهم بشكل شهري بقى. وفي مودلز كتير جدا للفريلانسنج باي ذا واي، يعني في شغل بيبقى اون مانثلي بيزس، بس هو ستيل ممكن يبقى فريلانس اللي هو اون ديماند، بس هو يعني ساعات الكلاينت يقول لك طب خلاص انا بيجي لي كل شهر مثلا وليكن تاسكات معينه، فطب ما تيجي تشتغل اون مانثلي بيزس بس مش بفيكسد وركينج اورز. ده برضو بيبقى لونج تيرم ريليشن، في نوع من الاستابيليتي، لانه ده التشالنج من التشالنجز بتاعت الفريلانسنج، انه ما فيش انكم ستابيليتي، ما فيش انكم ستيبل. يس فهو دي فعلا. ازاي تعمل بقى، ازاي تعمل البلان دي، هي دي كل فاهم الزتونه بقى او الخلاصه من الموضوع. طبعا اكيد انا متفق معاك. يا اللي بيقدر طبعا ان هو يعني يرتاح مع عميل والعميل يرتاح معاه ويكمل شغل معاه على المدى البعيد، ده طبعا بيحل جزء كبير من مشكله عدم استقرار الانكم طبعا. يعني انا متفق معاك. طيب يا ترى تقولي ايه لحد لسه يا دوبك بيسمع عن الموضوع وعايز يفكر ان هو يبتدي يعمل اكاونت على موقع الحريفه، ايه اللي يعمله او ايه الخطوات اللي يقدر يبتدي بيها؟ اول خطوه واهمهم، وتبدو بالنسبه لناس كتير ان هي حاجه ايه اللي انت بتقوليه ده بايولوجيك، بس الحقيقه احنا شفنا الافات من الناس مش بتعمل اللوجيك ده، انه يكون محدد هو عايز يشتغل ايه از فريلانسر. صحيح. يحدد، لانه في ناس بتبقى فعلا مش عارفه تقول لك ايه، انا ممكن اشتغل اونلاين اي حاجه، ما فيش اسمها كده. ما هو انت ايه اي حاجه؟ ده اللي دايما يقول لك جمله تشتغل اي حاجه، فهو بالحقيقه مش هيشتغل اي حاجه، يعني ناخدها قاعده كده. فانت لازم تكون محدد انت عايز تشتغل اتش ار، ولا عايز تشتغل ديجيتال ماركتنج، ولا عايز تشتغل فوتوغرافر، ولا عايز تشتغل فيديو اديتور، ولا عايز تشتغل داتا انتري، ولا عايز تشتغل فيرتشوال اسيستنت، ولا يعني في كتير جدا جدا من المجالات. انت بقى لازم تحدد، ومش شرط على فكره يكون هو نفس المجال اللي انت شغال فيه فول تايم بقالك كتير. انت ممكن تعمل شيفت كارير، يعني احنا في اكزامبلز كتير قوي ناس عملت شيفت كارير من مثلا محاماه لسوفت وير ديفلوبينج. يعني دي جمالة بقى وحلاوه الفريلانسنج. ديجيتال ماركتنج، ناس مثلا في الصيدله و ميديكال راب وبقت سيلز او بقت ماركتنج، ديجيتال ماركتنج، واخدت كورسز. فهو لازم تحدد. لو انت مش عارف تحدد، تروح على طول لكارير كوتش يحدد معاك انت ممكن تشتغل ايه. بعد ما نحدد ونتقن المجال ده والسب كاتيجوري او السب يعني سبيشالايزد فيه، بتبدا تعمل بقى بورتفوليو، يعني بتبني واحده واحده كده، تعمل البروفايل بتاعك في البورتفوليو. دي اول خطوه طبعا، يعني او نقدر نقول تاني خطوه بعد ما تحدد المجال، ان انت تعمل بورتفوليو، لان لا يمكن تقدم على شغل قبل ما يكون عندك اي كايند اوف ايفيدنس ان انت. بص، احنا في الفريلانسنج عندنا جمله، او انا يعني اطلقت جمل كده شويه معينه، انه السي في بيقول لك انت بتعمل ايه، يعني او انت بيقول لك انت اخدت شهادات ايه. في البورتفوليو بيوريني بقى، يعني السي في بيقول لي، البورتفوليو بيوريني انا شو مي السكيلز بتاعتك. انت بتقول ان انت جرافيك ديزاينر خطير، على عيني وعلى راسي، وريني بقى البورتفوليو بتاعك اللي بيقول ان انت بتعرف تعمل ديزاينز خطيره، ومين الكلاينتس بتوعك، واشتغلت مع مين، وهكذا. فالبورتفوليو خطوه مهمه جدا، بس قبل ما تعمل بورتفوليو لازم تحدد مجالك. طبعا بيجي معاها بقى كمان تحديد السعر، لان احنا بنلاقي، وانت اكيد بتشوف يعني على جروبات الفيسبوك كتير، ان الناس تقول لك والله انا جالي جوب وبروجكت، طب اقول كام، طب اقول ايه، طب يا جماعه، طب انتوا ليه مش عاملين بريباريشن قبلها ومحددين انتوا هتشتغلوا بايه، بالساعه ولا بالبروجكت ولا باكجز ولا بايه بالظبط. دي برضو حاجه مهمه قوي لاي فريلانسر، وهو بيفكر ما يستناش لغايه لما العميل يجي ويقول لك هقول له كام. انت لازم تكون عملت الريسيرش بتاعك، شفت الناس التانية اللي كايند اوف كومبيتيتور، الفريلانسرز التانيين اللي في نفس التخصص بتاعك وفي نفس الاكسبيرينس بتاعتك، ايه السعر بتاعهم عامل ازاي. تبدا بقى تعمل شويه مميزات ليك عشان العميل ياخد العروض بتاعتك انت فيرسز الفريلانسرز التاني. فهو زي ما انت شايف، هو اتس استراتيجي، اتس بلاننج، مش واحد بيصحى من النوم بيقرر يبقى فريلانسر يعني. صحيح. ده لو هو عايز يبقى بروفيشنال، مشوار مش حاجه فعلا اوفر نايت. بس ده لو عايز يبقى بروفيشنال تقدر، يعني لو عايز بقى تمشيها سبوبه كده بلغتنا المصريه الجميله وخلاص، عادي هو ممكن يدخل ياخد جيج
جيجايه كده برضو بلغتنا، يعني جيج كده وخلاص. يس. وياخدها جت باي لاك، هتكون جت باي لاك، اللي هو $5 $10 $20 يا سيدي $30، دي كده مره. لكن انت لو عايز تبني بقى يبقى هو ده الورك ستايل بتاعك. you have to have a plan وستراتيجي علشان تبقى هو ده بقى يبقى فعلا مصدر رزقك، ويجي لك كل شهر 1000 أو $2000 وترتاح بيهم وتشتغل من أي حتة وتتمتع بمميزات الفريلانسنج ورك ستايل. صحيح، متفق معاكي جدا. ومعرفش انت تعرفي ولا لا، برضو انا اساسا صيدلي وحولت للويب ديزاين. شفت ده اكزامبل حي يعني. ده حقيقي جدا. طيب يا ترى مين بتشوفي من خلال شغلكم على الحريفة الطرف الأصعب في التعامل؟ هل الفريلانسر ولا العميل؟ الاثنين الحقيقة. ده سؤال صعب. الاثنين الحقيقة. أنا كنت فاكرة to be honest إنه التشالنج هيبقى مع الفريلانسرز أكتر. لقيت لا، اوكي. الكلاينت كمان عنده تشالنجز كتير، ازاي يحدد اللي هو عاوزه، ازاي يختار الشخص، ازاي يحط KPI، البرايسنج، الاتيتيود، حاجات كتير قوي يعني. اصل انت خلي بالك الفريلانسنج اتس اوبن ماركت، فانت بتشوف طبعا. كل الاشكال وكل الانواع وكل الناس وكل التخصصات وكل الاعمار وكل الجنسيات. حاجه عظيمه. انت لما سالتني عن موضوع ايه ليه باشنت كده، يعني انا مثلا شغاله بقالي 12 ساعه وانا بكلمك دلوقتي، بس شايف قد ايه انا بتكلم. ليه؟ لان هو ممتع. انا بالنسبه لي بعمل حاجه بحبها بقى، انا بشوف ناس مختلفه، ستوريز مختلفه، بروجكتس مختلفه. يعني لما يجي لنا مثلا لا ليجا الدوري الاسباني ويعمل مشروع مع تالنت، لوكال تالنت من 3 سنين، ده ما يخلينيش شغوفه. لما مثلا الورلد بانك يكتب، يعني احنا نشترك معاه في استادي عالميه عن الفريلانسنج، لاول مره في مصر يتحط اسمها في حته الفريلانسنج ماب، ده ما يخلينيش شغوفه. لما اوكسفورد تعمل بروجكت مع GIZ عن ايفالويشن البلاتفورمز المختلفه وازاي هي شغاله بطرق كويسه وبتراعي الطرفين وباهتمامهم انترناشونالي ان الفريلانسر ده ياخد حقوقه كامله وكده، فلازم يشوفوا المنصات اللي موجوده ويجوا لنا احنا نبقى جنب منصات عالميه، ده ما يخلينيش شغوفه واحنا لسه ستارت اب لوكال بري سيد فند ما اخدناش اي كايند اوف فاندنج. فيعني احنا لسه بنبدا والحمد لله وصلنا للمايلستونز العظيمه دي. فالحاجات دي ما تخلينيش ابقى شغوفه. طبعا الامباكت اللي احنا بقى شغوفه ما بين الناس وهكذا. مش عايزه اطول عليكم بس يعني. لا خالص. لا، انا اصلي الكلام ده بقى، يعني في سؤال انا كنت هخليه اخر سؤال في الحوار، بس انا هساله لك دلوقتي لان وقته. لو جالك مستثمر وعرض عليك ان هو يشتري الموقع بتاعك بمبلغ كبير جدا، هل ممكن تبيعيه وتبطلي تشتغلي؟ بص انا حاسه انه لا، لسه الاكزit بتاعي مش دلوقتي خالص. انا لسه ببني يعني لسه في بدايه الجيرني، ولسه عندي فيجن وميشن كبيره في الحته دي. يعني لا، ممكن مستثمر يسبورت ان احنا نسكيل ونبقى ستيبل اكتر ونسكيل اكتر، لكن ياخدها كل وامشي وكده لا، ما حب يعني مش دلوقتي. اوكي، جميل. بس طيب. we are open طبعا for investment for scalability، عشان احنا عايزين نطور اكتر، صح. ندخل ال AI والتكنولوجي وماركتنج واوبريشن وتيمز وكده. لكن ياخدها وانا ابيعها واجزت وامشي واروح، لا، ما كانش دي كان هدف اصلا. كان ممكن اعمل اي بزنس تاني بسهوله. فاهم قصدي؟ يا طبعا فاهم قصدك. يعني طيب يا ترى هل تقدري تقولي لنا على واحدة مثلا من قصص النجاح اللي انت شفتيها من خلال شغل الموقع عندكم، وشايفة ان دي ممكن تبقى يعني مثال او حاجة الناس تقدر ان هي تاخدها كاكزامبل ليها لو الحد لسه جديد بيبتدي؟ بصوا الحقيقه يعني احنا كان في قصص كتير قوي. احنا مثلا كان عندنا كلاينت من السعوديه كان عامل هايرنج تقريبا ل5 أو 7 افراد تيمز، يعني حد في القاهره، حد في طنطا، حد في الغردقه، حد في مش عارفه فين، وواحد working from home woman يعني سابت شغلها في اللي اوف اللي حصل، وحد تاني student في الجامعة. فتخيل انت واحنا في القاهرة هنا المركز، فتخيل انت كأنها نتورك كده، عارف لو تتخيلنا مع بعض. فمثلا دي سكسس ستوري قعدت 3 سنين تقريبا، وقتها كان كورونا. فهو الكلاينت في السعودية احنا بنساعده في البيزنس بتاعه، هو بيدفع مبلغ كويس جدا 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 ان هو عامل هايرنج ل5 بالمانجر بتاعتهم، وكل واحد مستفيد، واحنا كشركة وبلاتفورم مستفيدين. فسكسس ستوري انا بحس انه يعني انت بتبني ايكو سيستم فعلا، كله بيستفيد، كله بيشتغل، وايا كان حياته عامله ازاي والورك واللايف ستايل بتاعه عامل ازاي، الكبير وهكذا يعني. تمام.
فحاجه عظيمه انا بشوف انه فدي سكسس ستوري انا بحبها مثلا قوي. السكسس ستوري بتاعت لا ليجا مثلا انه يبقى في لوكال مصريه، مش هتقول لوكال يعني، بحس ان ده دايما ما اعرفش، دايما بنقول لوكال دي كانها شتيمه او حاجة قليلة. ان ايجيبشن ديزاينر جرافيك ديزاينر تشتغل مع لا ليجا وتتكرم في 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 السفاره الاسبانيه، واسمها واسم المنصه بتاعتنا يتحط في البروجكت اللي اتعمل. اكيد وي ار سو براود اوف ات. طبعا احنا طبعا كنا حاجة ربنا عظيمة. ساعدنا ان احنا نكون السبب في حاجه زي كده. فبنشكر ربنا طبعا على الموضوع ده، وبنشكر كل فريلانسرز كوميتد محترم قد كلمته، بروفيشنال، الكواليتي بتاعته كويسه. كل الحاجات دي مهمه جدا عشان الانسان يبقى ناجح. ده أكيد صحيح صحيح. طيب يا ترى أنا ملاحظ إن أنتِ يعني كنتِ قريب بتتكلمي على الفيسبوك على منحة أنتم مشاركين فيها كموقع الحريفة، أعتقد رواد مصر الرقمية، صح الاسم كده؟ بالظبط، دي تبع وزاره الاتصالات، وطبعا أوكي. يقدروا يدخلوا يشوفوا كل التفاصيل بتاعتها على البيج بتاعت المبادره. ودي أوكي. مبادرة لتطوير وتعليم يعني وتشغيل يعني الآلاف من الفريلانسرز والريموت امبلويز في مصر وفي كل المحافظات. حلو أوي، حلو. ودي هل في أي شروط للاشتراك فيها؟ يعني هل ليها سن معين؟ هل ليها أي خبرة مطلوبة أو أي حاجة زي كده، والّا هي مفتوحة للكل؟ بص، أعتقد بنسبة كبيرة إن هي مفتوحة للكل، بس في حاجات معينة تقريبا لازم يبقى مصري ومع الشهادة بتاعته أو كده، وفي عادي ممكن ستودنت وممكن خريجين ميل وفيميل عادي جدا. أعتقد برضو مش شرط المجال بتاعه يعني. آم، يعني يقدروا برضو يرجعوا اكتر، هم هيكونوا اكثر يعني الماما بكل التفاصيل بتاعه الشروط التقديم. يعني طبعا حاجه يعني دي مبادره مدعمه بالكامل، الطالب مش أوكي. بيدفع اي حاجه خالص، بس بيبقى مش في شرط بيدفع جزائي حاجة. طبعا عشان الالتزام بتاعه يعني. ده أكيد يعني لا، هي بصراحه وزاره الاتصالات مشكوره، هي بتسبورت كتير من المبادرات. يعني على مدار ال6 سنين اللي انا بدات فيهم رحله الفريلانسنج، انا شفت مبادرات كتير قوي وكورسات كتير قوي بينفست فيها، والدوله بتنفست في حته الفريلانسنج والريموت وركينج والتكنولوجي يعني. فسو yeah. براود اوف ذم يعني. يا رب يكمل على خير ويبقى في مبادرات اكتر واكتر، ومن كل فريق ومن كل الوزارات الحقيقه يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب أنا يعني أقدر أقول أنا خلصت أسئلتي. أنا سعيد جدًا. الحمد لله ان احنا كنا ان شاء الله نبقى اقصد دمنا خفيف على الناس ويستفادوا على قد ما نقدر يعني. ده طبعا لو اي أكيد حد عنده اي اسئله يبعت لنا على طول واحنا هنجاوبه يعني عليه. يس. هل تحبي تقولي لنا اللي حابب يتواصل معاكِ ممكن يتواصل معاكِ إزاي؟ بص، انا اكتر واحده متاحه في كل الحاجات. انا اصلا people oriented جدا، والسوشيال ميديا بتاعتي على طول open، ان كان أوكي. فيسبوك، ان كان لينكد ان كان بيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي هي الحريفه، ان كان الكوميونتي اللي هو جروب فيسبوك اللي هو فريلانسرز هاب. بص، هيعرفوا يوصلوا لي انا والتيم بكل الطرق الممكنه. وده بوزيشن مهم احنا حاطينه في الحريفه كبوزيشننج وبراندنج وايز، انه احنا قريبين للناس، احنا بنبني كوميونتي، احنا بنرد على قد ما نقدر على كل تساؤلات الناس في اي وقت. طول ما احنا متاحين بنرد. وبنحاول نفيد على قد ما نقدر، لانه احنا الهدف الاساسي هو بناء كوميونتي ونتورك داعم للفريلانسرز وريموت امبلويز، مش مجرد شركه وربحيه وخلاص ومنصه وخلصنا كده، لا يعني. فيقدروا يتواصلوا بيا بكل الطرق الممكنه يعني. جميل. يعني باشكرِك جدًا مرة تانية على قبول الدعوة وعلى الحوار الشيق الجميل دوّة، وأتمنى لِك كل التوفيق شخصيًا ومن خلال الموقع والشركة بتاعتِك، وإن شاء الله نسمع عنكم دايمًا حاجات أكبر وأكبر كل يوم يعني. شكرا، ويعني ثانك يو على الانفيتيشن، وان شاء الله يبقى بودكاست يكسر الدنيا والناس كلها تشترك فيه، والناس تبقى فريلانسرز كلهم يبقوا ويجوا هنا مكاني وبالتوفيق يعني. بالضبط كده. ميرسي جدًا يا العفو ليك، باي باي. ميرسي. باي باي.